السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة البرتقال. طريقتها سهلة جدا. كمان مقاديرها بسيطة خالص، وطعمها بقى لذيذ خالص. إن شاء الله هتجربوها وهتعجبكم بإذن الله. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي، وكمان طعمها خطير. بس قبل ما نتفرج على الفيديو ونشوفه للآخر، بستأذنكم اللي ما اشتركش في القناة يتفضل يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا مننا كل جديد بإذن الله. يلا بقى نشوف المقادير بتاعتنا كانت ايه، وعملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. مقاديرنا بسيطة جدا. معانا حوالي 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا كمان كوبايتين من السكر. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من السكر، كوباية من عصير البرتقال، كوباية إلا ربع من الزيت، ومعانا كمان حوالي 3 معالق بيكنج باودر، ومعانا 3 بيضات، ومعانا معلقة صغيرة من الفانيليا. مقاديرنا بسيطة جدا. يلا بقى نشوف طريقتنا ازاي. مقاديرنا كلها هنستخدمها او هنعملها في شفشق الخلاط. هنجيب معانا الخلاط، شفشق الخلاط زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ دلوقتي انزل بالمقادير كلها. اول حاجة احطها كوباية عصير البرتقال، وكمان 3 بيضات، ومعانا كمان الفانيليا، معلقة من الفانيليا، معلقة صغيرة، وكمان الزيت هنحط كوباية الا ربع زيت. كل المقادير السايلة كلها هحطها على بعضها زي ما احنا شايفين كده. وهحط كمان الكوبايتين سكر. ما تقلقيش خالص، هو بيتخلط كويس في الخلاط وبيديكي نفس النتيجة بتاعة المضرب الكهربائي بالظبط. هحط السكر كده، كل ده هيدوب مع بعضه اول ما اشغل عليه الخلاط. تعالوا بقى نجهز المقادير البودر. بجيب بولة كده وبحط ال3 كوبايات دقيق في البولة اللي انا طبعا هشتغل فيها، وهحط كمان عليهم 3 معالق من البيكنج باودر، وذرة ملح، دي ذرة ملح صغيرة. وبقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي، الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح، بقلبهم كويس. طبعا الدقيق هنا يكون منخول كويس. انا بنخله مرتين علشان يعني النخل ده بيساعد على ان الكيكة تطلع معاكي خفيفة، وبتبقى يعني هشة كده وجميلة. خلاص انا طبعا جبت المقادير السايلة كلها اللي انا ضربتها في الخلاط، ونزلت على الدقيق بالشكل ده كده، وهقلبهم كلهم في اتجاه واحد. ما بغيرش الاتجاه بتاعي. زي ما احنا قلنا الكيكة بالذات لازم التقليب يكون في اتجاه واحد. هقلب بقى لحد ما كل الدقيق يدوب كويس قوي، ويبقى الخليط كده يعني كله بقى يعني يختلط في بعضه ويكون ويفك كده وما يبقاش فيه كلاكيع خالص. خلاص كده ما شاء الله كيكة بقت جاهزة معايا خلاص اهيا. الخليط بتاعها خلاص كله فك مع بعضه كده، وما شاء الله كله اختلط في بعضه، بقت عجينة واحدة اهيا. القوام بتاعها جميل جدا ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معنا صينية هدهنها شوية زيت، هحط فيها شوية زيت كده وادهن الصينية كويس من الأرضية والجنوب. خلاص كده دهنتها كويس. هنزل بقى بخليط الكيكة اللي معايا في قلب الصينية كده ما شاء الله. هحط كل الخليط في الصينية بتاعتي. قوام ما شاء الله تقيل جميل، يعني ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، هو ده القوام المظبوط اللي يطلع لك نتيجة جميلة جدا. خلاص كده ما شاء الله. طبعا انا هنا بكون مسخنة الفرن كويس على درجة حرارة 180. بحط الكيكة على الرف الوسطاني في الفرن علشان تستوي براحتها، وفي نفس الوقت ما تتلدعش مني. وكمان ما بفتحش عليها خالص لحد ما تبدأ الكيكة تستوي معايا.
ما شاء الله هي خلاص استوت وخرجت من الفرن خلاص اهيا. هسيبها بقى تبرد شوية. تعالوا بقى يلا نجهز مع بعض مهلبية البرتقال. معانا هنا حوالي كوبايتين من عصير البرتقال. البرتقال طبعا يكون فريش معانا اللي احنا عصرينه على ايدينا. معانا حلة علشان هنعمل فيها المهلبية. طبعا بحط كوبايتين العصير كده. العصير ده طبعا انا حليته كويس. التحلية ديت بترجع لك انتي. معانا هنا بشر برتقان. جبت البرتقانة وبشرت وخدت القشرة بتاعتها بشرتها. وحطيتها كده على العصير واقلبهم كلهم كويس في بعض. ومعانا كمان حوالي 4 معالق من النشا. 4 معالق من النشا. بقلب كل ده لحد ما النشا تفك خالص معايا. طبعا ده كله على البارد، ما ينفعش يبقى حاجة سخنة واقلب فيها النشا تكلكع معايا على طول. بقلب كل الحاجات دي مع بعض كده، العصير والنشا وبشر البرتقال. بقلبهم وبعدين بروح بقى احطهم على النار وافضل اقلب فيهم. مهلبية عادية خالص زي المهلبية اللي احنا بنعملها لحد ما تبدأ تتقل معايا بالشكل ده كده. خلاص ما شاء الله القوام جميل جدا. خلاص هي كده خلاص جاهزة معايا. بشيلها طبعا من على النار. هنا بقى معايا الكيكة بتاعتي خلاص انا قلبتها طبعا على الناحية التانية. طرية معايا وجميلة ما شاء الله خالص اهيا. طبعا كانت الكيكة بردت وسبت طبعا المهلبية بتاعت البرتقال تبرد شوية، تستهدى كده شوية، ما تبقاش سخنة قوي. وبعدين ببدأ ان انا اغلف الكيكة بالشكل ده. ما شاء الله المهلبية دي تحفة وجميلة جدا جدا جدا، وريحتها برتقال خالص يعني جميلة. بفرد كل الكمية اللي معايا كده على الكيكة. ما تقلقيش خالص، كل ده بيجمد وبتبقى مهلبية خالص وبتمسك وبتبقى جميلة جدا على الكيكة. خلاص كده ما شاء الله فردت المهلبية على الكيكة. دلوقتي بقى هسيبها تبرد شوية بس كده وبعدين نحطها بقى في التلاجة. تقعد لها حوالي ساعة ساعة ونص لحد ما المهلبية تجمد معايا، واحنا الجو طبعا بارد فمش هتاخد وقت معاكي. خلاص كده ما شاء الله هدخلها بقى التلاجة. خلاص ما شاء الله طلعتها من التلاجة، كانت جمدت خالص معايا اهيت. وزوقتها زي ما احنا شايفين كده بشرايح البرتقال. وكمان آه وكمان زوقتها بالكريز. ما شاء الله عطلها منظر جميل جدا. براحتك خالص، التزيين ده يرجع لك انتي. بس انا استكفيت بشرايح البرتقال والكريز لان هي اصلا كيكه برتقال، فمش حابه ان انا احط عليها حاجه اكتر من كده. قطعتها كمان اهيت ما شاء الله عليها وعلى جمالها. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ احلى كيكه برتقال هتعملوها ان شاء الله وهتعجبكم. يا رب النهارده طريقتي تكون عجبتكم وتكون يعني تجربوها يا رب كده وتعجبكم. وردوا عليا بقى في التعليقات لو هي عجبتكم، قولوا رأيكم ايه. وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك. اترككم في رعاية الله وفي امنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.